أعلن الناخب الوطني وليد الركراكي اليوم الخميس عن لائحة المنتخب الوطني المغربي النهائية المشاركة في نهائيات كأس العالم قطر 2022 المقررة في الفترة الممتدة ما بين 20 نوفمبر الجاري و18 دجنبر المقبل. عرفت اللائحة عودة اللاعب عبد الرزاق حمد الله بعد غياب لثلاث سنوات عن حمل قميص المنتخب الوطني المغربي جراء مغادرته المعسكر الذي كان في مدينة مراكش سنة 2019 قبل أن يعتذر عن فعلته ويعتبر ما فعله نقطة سوداء في مساره الكروي. وشهدت اللائحة تواجد ثلاثة لاعبين من البطولة الاحترافية، ويتعلق الأمر بكل من الحارس رضا التقنوتي ويحيى جبران ويحيى عطية الله، علما أن اللاعبين الثلاثة ينتمون للوداد الرياضي. وفيما يلي لائحة المنتخب الوطني المغربي كاملة: حراسة المرمى ياسين بونو، منير الكجوي المحمدي، رضا التقنوتي. خط الدفاع حكيمي، مزراوي، أقرد، سايس، داري، لياميق، عطية الله، بانون. خط الوسط أمرابط، صابري، أملاح، أناحي، القنوس، جبران. خط الهجوم زياش، بوفال، حريت، الزلزولي، أبو خلال، الشاعر، النصيري، شديرة، حمد الله. وسيواجه المنتخب الوطني المغربي نظيره الجورجي وديا بالإمارات يوم الخميس 17 نوفمبر الجاري بداية من الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي، 5 بعد الزوال بالتوقيت المغربي، لينتقل بعد ذلك المنتخب الوطني إلى قطر لمواصلة الاستعدادات لنهائيات كأس العالم. وكانت قرعة نهائيات كأس العالم قطر 2022 قد وضعت المنتخب الوطني في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات كرواتيا، بلجيكا وكندا. وسيفتتح المنتخب الوطني المغربي مبارياته في كأس العالم يوم الأربعاء 23 نوفمبر الجاري بمواجهة كرواتيا بداية من الساعة 11 صباحا على أرضية ملعب البيت في مدينة الخور القطرية. وسيلعب أسود الأطلس مباراتهم الثانية يوم الأحد 27 نوفمبر المقبل أمام بلجيكا على الساعة 2 ظهرا بملعب الثمامة في مدينة الدوحة عاصمة قطر. وسيختتم أبناء وليد الركراكي مبارياتهم في دور المجموعات بملاقاة كندا يوم الخميس الأول من دجنبر المقبل بداية من الساعة 4 بعد الزوال على أرضية ملعب الثمامة في مدينة الدوحة عاصمة قطر.